هلا يا شباب، اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا لاي تستر، هو دورة حياة البج او البج لايف سايكل. هنعرف مع بعض البج بيمر بايه من لحظة اكتشافه لحد ما يتم اصلاحه. يلا بينا. اول حاجة عايزين نفهمها، يعني ايه بج؟ البج هو اي مشكلة او خطأ بيسبب او بيخلي البرنامج ما يشتغلش بشكل مظبوط، او ما يشتغلش زي ما المفروض يشتغل، زي ما بنقول دايما. ممكن يكون خطأ في الكود أو في التصميم، أو ممكن كمان يكون خطأ في تنفيذ المشروع أو طريقة تنفيذ المشروع نفسها. مثال بسيط: لو في تطبيق مثلا دفع إلكتروني، لما تستخدم أو لما المستخدم يدفع المبلغ، المفروض المبلغ الصح يظهر له في رسالة، ولو ظهر بشكل خاطئ إذن دي تعتبر بج. يعني أنا دلوقتي عندي تطبيق دفع إلكتروني، لما المستخدم يدفع المبلغ الصح وظهرت له رسالة غلط، ده معناه إيه؟ ده معناه إن هنا في مشكلة، في بج. طيب، التستر لما بيكتشف البج ده بيمر بمراحل. طب تعالى نعرف إيه هي مراحل أو الستبس اللي بتمشي فيها البج، أو من الآخر دورة حياة البج. أول حاجة بيكون نيو. اول ما التستر بيكتشف الباج دي، بيعمل حاجة اسمها الباج ريبورت ويسجلها، فبالتالي بتكون الستيتس بتاعتها نيو. بعد كده بياخدها الديفلوبر ويعمل لها او بتتعمل لها assign للديفلوبر، وبيحول الديفلوبر او بتتحول الستاتس بتاعتها ل assigned، علشان الديفلوبر المتخصص او حد معين من الديفلوبمنت تيم يبدأ يشتغل عليها. فاول ما ياخدها الديفلوبر ويبدأ يشتغل عليها، يبدأ يراجعها، بس بيحاول الستاتس بتاعتها الاوبن. يبدأ يراجع الباج دي ويحاول يفهم ايه المشكلة، وبعد كده لما يخلص حلها تتحول لفيكسد. بعد ما تتحول لفيكسد ترجع تاني للتستر، لينا احنا بقى كتستنج تيم، نروح نعمل لها ريتست عشان نتأكد ان الباج اختفى وما حصلش ولسه ما يعني ما عادش بيحصل تاني. بعد ما بنعمل لها ريتست وان هي خلاص تمام وزي الفل، بنعمل عليها فيريفاي، نتأكد ان الباج دي اتحل خلاص وما أثرش وما عملش ريفليكشن في أماكن تانية وما عملش مشاكل، فالستيتس ساعتها بتبقى فيريفايد. بعد ما تبقى فيريفايد وخلاص كل الأمور تمام، بتبقى كلوزد. طيب لو المشكلة لسه موجودة، هتبقى ري اوبند، وترجع تاخد السايكل من جديد، تتأساين على الديفلوبر، وبعدين يشوف المشكلة، يحول الستاتس بتاعتها الاوبن. بعد ما يحلها يخليها فيكسد. بعد ما تبقى فيكسد تروح للتستر يعمل لها ريتست، وبعدين يعمل فيريفاي، وبعدين يقفلها. لسه موجودة تبقى ري اوبند، وهكذا. طيب، هل في حالات خاصة لدورة حياة البج او للبج لايف سايكل؟ ايوه طبعا. ممكن البج دي تكون deferred، او ممكن تكون duplicated، او ممكن تكون rejected. امتى تكون deferred لو البج مش مهمة دلوقتي، او يوم بقى التيم مأجلها، يقول لك لا دي مش البريوريتي بتاعتنا دلوقتي، هنعمل حاجة تانية اهم، فتبقى deferred، هنصلحها مرة تانية او في وقت تاني. طب امتى تكون duplicated؟ لو نفس البج اتفتحت قبل كده فهتبقى duplicated، او اتفتحت اكتر من مرة. طب امتى تكون ريجكتد؟ ده في حالة ان الديفلوبر شايف ان دي مش باج اصلا، فبيروح التستر يشيك عليها تاني ويشوف هل هي فعلا باج ولا ما هياش باج، ويعمل يبدأ ينجشيت معاه. تمام. طيب، ايه اهمية بقى ان انا افهم الباج لايف سايكل دي؟ اول حاجة، هتخليني اتتبع المشكلة لحد ما الاقي لها حل. ما انا لو ما فهمتش البروسيس بتمشي ازاي، مش هعرف اتتبع. فاول فايدة من الفوائد ان انا افهم دورة حياة البج، ان انا اتتبع المشكلة لحد ما تتحل. تاني حاجة، ان انا بتواصل مع الديفلوبمنت تيم والفريق ككل بشكل افضل، لان خلاص فاهم هي كل ستيتس بتعبر عن ايه، او كل ستيب معناها ان الباج بتاعتي وصلت فين. تالت حاجة، ان انا بحافظ على جودة المنتج وبقلل الاخطاء، انها توصل للمستخدم او الاند يوزر. لما افهم البروسيس هعرف ازاي
البج ممكن او expected تكون في انهي حتة، فدور على لحد ما اوصل لها. وبعد كده كان في باج اكتشفها، ما كانش فيها خلاص، لو كان في باج هنعمل لها solution واحلها، وبالتالي الكواليتي بتاعتي هتزيد. في النهاية دورة حياة البج هي واحدة من الأساسيات اللي لازم أي تستر يكون فاهمها كويس. لو عندك أي سؤال في أي مرحلة أو أي نقطة من اللي احنا اتكلمنا فيها، أو أي نقطة مش واضحة، اكتبها في كومنتات. متنساش تعمل سبسكرايب كالعادة، وشوف الفيديوهات اللي فاتت، واستنى الفيديوهات اللي جاية، واعمل لي لايك برضه عشان الفيديو ينتشر أكتر. وهتلاقي لينكد ان بتاعي، وهتلاقي جروب الفيسبوك. لو سمحت حاول تدعمني بأي حاجة. ثانك يو انك وصلت معايا لحد هنا. اشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.